استكمال بناء الطريق المتوسط كانت انطلاقته من هذه اللحظة قبل 5 سنوات، والتي أعطى فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بداية أشغال بناء المقطع الذي سيربط بين الجبهة وتطوان. مقطع طرقي اعتبر من قبل التقنيين المحور الأكثر صعوبة من بين المحاور الثمانية التي تم إنجازها والتي تربط بين السعيدية وطنجة. الصعوبة تكمن في أنه يتواجد بمنطقة جبلية ذات طبيعة جيولوجية وجيوتقنية معقدة دائمة الانهيارات على غرار كل سلاسل جبال الريف، كما أن المنطقة معروفة بتساقطاتها المطرية الغزيرة. أنه من السعيدية إلى طنجة التواصل الآن أصبح سلسا كما قلت، تقلص ب3 ديال الساعات، ولكن أيضا هناك تواصل إلى عمق المغرب، إلى وسط المغرب، يعني ما بين الحسيمة موتازة أيضا في اتجاه ديال فاس. فيمكن أن أقول إذا أخذنا هذه الجهات كلها أصبحت الآن مرتبطة سواء بالطرق إقليمية وجهوية، وهذا كان حاصل التي قمنا بتأهيلها، ولكن أيضا مرتبطة بطرق مهيكلة كبيرة جدا مثل هذا المطار المتوسطي، مما يؤهل إن شاء الله أن هذه المناطق كلها ستكون أكثر تنافسية في جذب المشاريع الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية الاقتصادية الكبرى. ورغم الصعوبات التقنية التي رافقت الإنجاز، فإن المعالم الطبيعية التي تشتهر به المنطقة ما زالت بارزة، خاصة في جانبها البيئي. له عديد من المميزات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أنه يسهل في تنقل الساكنة ساكنة المنطقة، كما يعد أنه يقلص مدة السير بين طنجة والسعيدية في حدود 3 ساعات. وكما يمر هذا المدار عبر مناطق خلابة وشواطئ خلابة، مما كيسهل هذا الشيء في تنمية البلاد ديالنا، ويسهل وكيطور السياحة لا الداخلية لا الأجنبية. هذا الطريق 120 كيلومتر اللي بين تطوان والجبهة ساهموا فيها الأغلبية ديال المقاولات المغربية الحمد لله، وحنا دابا فرحانين بهذا الربط. هذا الطريق ما كانش سهله في الانجاز ديالها، والحمد لله دابا بدنا واحد الاشغال اللي شدت لنا وقت طويل، والحمد لله دابا الطريق تربط بين الشمال والشرق ديال المملكه. هذا المقطع ستكون له إيجابيات بالمناطق التي سيمر منها، خاصة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي على الساكنة. الفرق كبير بين الطريق والطريق، طريق وساعات والكيلومترات نقصات، طريق وساعات والفرازات نقصوا. فهمتي؟ ساعة الا ربع ساعة كنقسم بين كنديروها من تطوان نوادلو. دابا مريحين كنمشيو مرتاحين الحمد لله. فكات علينا العزلة من ديك الشيء، الحمد لله كنا معذبين مع الطريق، دابا مزيان الحمد لله. الله يجازيكم بخير، الله يقول الخير علينا وعليكم، الله ينصر سيدنا. لا دابا الطريق مزيانة، الله تعالى يزيد التيسير، الله يعاون. الطريق مزيانه وبخير الحمد لله، كل شيء بخير الى السطيحات دابا كل شيء مزيان. الحال الله يجازيكم، الله يعاون. الحال حسن من الحال، الله يودي دابا واحد الراحه كبيره، الله ينصر سيدنا، الله يوفقه. بفتح هذا المقطع بين الجبهة وتطوان يكون المدار الطرقي المتوسط قد عرف مرحلته النهائية، لتفتح آفاق واعدة بين المناطق الشرقية والشمالية